دي قطعة نادرة جدا من المجوهرات، ودي عبارة عن حتة بتتعلق في العقد، ودي معمولة من الذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة، والعقد بتاعها معمول من خرز من أنواع مختلفة من الأحجار الكريمة. أنا بعدت ورا بالكاميرا عشان أوريكم حجمها قد إيه. ودي مجموعة كده مكونة من شوية مجوهرات مختلفة، بنشوف أحجام أحجار مختلفة، بنشوف أشكال مختلفة، ذهب، حاجات فيها فضة. طبعا الفضة كانت من الحاجات النادرة، ودي من احلى الحاجات اللي انا شفتها موجودة كمجوهرات في العالم كله، ان هي 2 غوايش على شكل وزتين كل واحدة، وطبعا مرصعة باحجار كريمة. فيها كمية شغل يا جماعة رهيبة. فكمان نبص شايفين القفل اللي معمول، فحتى القفل احنا ما اخترعناهوش يعني حتى الحاجات البسيطة اللي هنلاقيها ممكن نقول عليها ان احنا اخترعناها، هنلاقيها اصلا كانت موجودة من زمان. ده غير بقى حجم الخرز الصغير جدا والشغل الصغير جدا اللي مطلوب ليه اكيد ماشينز ومكن عالي الدقة. احجام الخرز الصغيرة دي زي اللي بنعمله دلوقتي بالظبط. لو بصينا على الحاجات هنلاقي شبه الموضة اللي موجودة دلوقتي، او يعني بشكل اصح ان احنا بنعمل موضة شبههم. متخيلين ان دي حاجات كانت بتتلبس بقالها 5000 سنة و3000 سنة؟ احنا بنحاول نعمل زيها دلوقتي ومش دايما بننجح.